الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كن درسي كرنفاذا قواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى جدت إيغتين الري درسي كرنفاذا درسي هراكيف درسي بكنت إرى إلى يا رب فدي شبهات والجواب عنها وأنجب فصلي أرفيسا شبهات إهفموا في شبهات كان الرسي ديبي كنو تهجج شبهات إهفموا ديبي تكنو جج وربي دعاتيو ورسلنا الرسي شبهات إهيسا شبهان ثم الفادا وأنجبك شيخ ننوفاسو رحمه الله تعالى مع الجر اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. شبهان جرده ساجرن والرب دعاتيو أكنجرا والرسناتين maal jedhu imma duuba gartanii kaa'isin waafaquu qabdani takkaahu nurraa callisuu qabdani waan jedhu akkuma nurraa ta'awiilli argame isinirraa ta'awiilli argameera waan jedhu maal jedha sheekni i'lam bari anna ba'd ahli ta'awiili garii warra ta'awiilaa kun warra nusuusa harrafanuudha awrada ala ahli sunnati shubhatan ورسلنا الرتي شبهات في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات نفسوا قرآنا في حديث كيست تهن صفات كيست كان كيستي شبهات سنجد نصوص كتاب السنة كيست جرواه صفات كيست كان أفه إذا كيست شبهات أهل السنة الرتي هيسن ادعاء وري بدعاكن ورتأويلاكن همة أن أهل السنة صرفوها أهل السنة نصوص كتاب الرسولنا صفات كيست رفت صرفنيرو عن ظاهرها ظاهرة الرادي بسنيرو جتشو همة كسيديسا ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل مالكن جنانك ورتأويلاكن وان كان يرودهيس ورسلنا دركشيشوف بالموافقة على التأويل تأويل كين يرتي نوافقوا قبدني تؤولون كما نؤول أكما نتأول إثنت أولوا قبدني أو المداهنة فيه تكاه إتكيسة تجلسوا قبدني نرى جلستو محرفانون جتنو وانجدن لزمتيتو بربادني تيجود تكا أكما نوتي أول دوبا قرتني سنس أولو قبدو تكاو مونوتني أول لاهو نرى جلسو قبدو نرى جلسو قبدو والدندهو قبنا وانجدن وكما وري إخوانا أما يعذر بعضنا بعضا سجلن فانا akkanaan dhufani kaahadha yeroo sifaata keessan isin sabachiistanu nuti yoo awwallee jenne nuhi udhurii kaa'aahi nuti akkuma eegasii awwalanna duuba isinis sabachiifadhaati duuba wakulluun hundinuuyyuu waan kun itti amanu waan kun deemaanii jiru udhurii hakaa'uuf malee muharrifaa mu'awwilaa نون جتني هدرا أكسنون قدنا جدا. وقال جد بعض ورث أولاكم كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه أكملت إثن نرة مرمت تأويل وأنت أول
مع ارتكابكم لمثله إسنس مثلي وانتي دوب أول ليسنا يابتو كيسني والجن فيما أولتموه وان أول سن كيست وان معنى سرى دفسي سن كيستي إسنسو أكما كينيا أول سنيدو دوب أكمت نرتي أنكرتني إذا كينيا مالف مرمت نرتي إجان ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل شيخني رحمه الله نتي ديبي اتقونا جدا غرغاس ربيتين شبهة كان الرتي ديبي لمان ديبي مجملاتي في مفصلين ديبي جملة رمت ديبي سوفي أمو ديبين توكو أدب باسني ديبي سوفي جيتشو أما المجمل دوبا ورّي مجملي ديبين إني مجملي جيتشو ديبين إني مجملي فيتلخص في شيئين ولما كيستي قل قلاها وما لما كيستي والاتقابنا سواء جملة لان ديبسا أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها ديبيتو قفانو تديبسنو نتهن سلمنو تلفوني دوبا هنجر فسرني جرني آية صفاتا حديث صفاتا كيست رفسنا دوبا تأويل ظاهرة سرّا ديبسني رججو إذا كان هن سلمنو إنو من تقبل لي تلفوني هنما ججو رغتني صرفين تأويل هنما جرران أرقم أن لا نسلم نتي سلموا أبو ججوني دوبا وان كان اتكنو أبو كين لكي تلفوني صرفنيرو جنة حركة كنم حركة اللان ويجو حركة اللان تلفوني يرودو بغتني نصوصا كتاباتي في سنة صفات كيستي يرو فسرنو صرفوا جرادا نوتي حركمة اللان مالقون ري سلفو ترى صرفين من أرقمني السلف لم يصرف الكلام عن ظاهره لم يصرف الكلام عن ظاهره سلفوني كلام ظاهر الراهن دفني وإنما أثبتوا المعنى المتبادر إلى الذهن كان جري ثبتيسا معنى لمزيننا ما تدده كان ثبتيسا ملي سلفوني كلام ظاهر إساراهن دفسني يجنانين فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى ظاهر الكلام وان سراد الدف جد معنى الرا وهو يختلف بحسب السياق إني مولبا أكا سياقاتي ولبا أكا أوفنساتي ولبا ما يتبادر منهن والنذهن ما تدده أكا أوفنس كلاماتي ولبا وما يضاف إليه الكلام وان كلام إتهركته ولبا فإن الكلمات يختلف معناها كلمة والأبد معنى سيدا بحسب تركيب الكلام أكا كلام ركب من والأبد والكلام مركب من كلمات وجمل كلامني والاتقبم كلمة ونرى جملة ونرى والاتقبم يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض معنى سين ملتا أكسما هنا عينا معنى سيدا قريتي ترى قريتي والاتقبول عن ججو دوبا أفان أرباكن كلمات ما تقطها معنى سيدا أكثر كيباتي ولا بججو معنى سيدا أكثر كيباتي ولا بودندا أكثر كيبا كلاماتي أكججو رغتني سياق كلاماتي ولا بودي دندا وتما كلمات تقطها تججو
tol araba kana tuyyu yero dubbatanu kalima murakkaba dubbatu male mufrada miti mufradaatu ta'e nu kalaman jedhamu kalama jedhamuun danda'u mufradaan kun hamma kan biraatii walitti qabame jumlaan irraa uumame gaafa sana jumlaa mufiidaa taate kan ma'anaa qabdu taati jechuudha. Fakkeenyaaf Muhammad yoo jenne isin kun mufrada kalaaman jedhamtu jechuudha. Muhammadii kana bira ammas wanni biraa dhufe yookaan fi'ilii isa ta'u ismii isa ta'u wanni biraa wayii itti qabame walitti rakkabamu malee kalaama jedhamuu hin danda'u. Gaafa immoo waa biraatiin rakkabame hasaba tarkiibaa sana deema malee duuba gartanii kaa bakka silaa sana hin jiraatu jechuudha. Egaa isa awwalaa kana keessatti laa nusallimu anna tafsiira salafi lahaa inni salafoonni nusuusa kitaabarraa ta'e sunnaarraa ta'e sifaata keessatti kan dhufte kan jarri fassaranii jedhani sarfun an zaahirihaa zaahira sirraa deebisuudha jechuu isa kana harkatti hin kenninu zaahirumaan fassaran malee jarri zaahira jechuun immoo المعنى المتبادر إلى الذهن معنى كرا ذهني اتدده كنافو ديبي تقفى مع جنان سلفوت مرة تأويل أرقمني جن ديبي تقفاني سكن ثانيهما لما فانمو أننا لو سلمنا وتمكاني تقبل لي أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها الدريد مقالا تفسير سلفوني نصوص كتابا في سنة راتي صفاتة كيست رفتسان كان جري فسرني جلني ظاهر الرادفسان ججو وتممو كان يتقبل لي ان تقبل وتمت كان تقبل تاني مو فإن لهم في ذلك دليلا جري وان صرفا سنة كيست رقاقب من الكتاب والسنة قرآن الرا حديث الرا رقاقب ججو رقادان رقانسون إما متصلا وإما منفصلا تكا متصلتا تكا منفصليتا همالي متصل جتوني ما لا يستقل بنفسه جلن وانو في ساتي في قبات أرقمو هندندين متصل جلنين وعليكم السلام ورحمة الله رقان جر كبنو إما رقا متصليتا رقا دوبقتني متصلية تكا منفصل متصل كان جلمو ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة من النعت والبدل والحال جركم متصلي جرم يوكاني منفصل جلتون ما يستقل بنفسه كالحس والعقل والشرع إنكم منفصل رقاكنا أني يصرفا جلتون وليس لمجرد شبهات نمت صرفون جرادا يزعمها الصارف وري آياتنا حديثنا وايسف هذا كيسة تلفته وري صرفا رسون كان همت براهين وقطعيات كن براهين كن قطعيات جدي كان همت سنامت يتوصل بها إسيدان كان قهو براهين قطعيات وانجل مكان ورى دوبا منطقة كانت أوفا وري أهل الكلاميكن يتوصل بها إسيران كان جو مالت قهار براينا قطعيان إلى نفي ما أثبته الله لنفسه وربنا في تاتي سبتشيس مرموت كان جو إسيران في كتابه كتاب ساكتت أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تكاه لسان إرقما إشارة كالربي فرقمان سبتشيس لكا كالربين قرآن كيسة في سبتشيسة لسان إرقما رتس وفي سبتشيسة يجو إسي كان مرموت تكنغو إذا ديبين أكا جملات نتي ديبسنوف جاركنا تقفى تلفوني تأويل منغوني جنانين لما فاسادا وتممو تقبل قدريتو مجرجو أولا جتشوة ممو كان تقبل كان جري أولاني دوبا دليلان أولون مماركو قبري إني سلما مذمومي متيجو دليلان أولون سلمايو مذمومي مت
تأويل لمذمومين دليل ملي أول. وأما المفصل ديبين كان أدب باسني نتي ديبس نوف فجرهم مثلا شبهات السني أقوم نتي أول لسنس أول سنيتو كان كيسة أول سني تكان وافقاتي تكان رات اللساء كان جرجرني ديه سنو كناف ديبين أدب باسني نتي ديبس نوف مو فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره ديبين أدب بهاته دوبا فعلى كل نص جدت كان كيست الأحسن أن نقول فعن كل نص جرى الشيخ رحمه الله فعن كل نص هندر ديبس نجدت والدعية كان همتمه أن السلف صرفوه تلفوني صرفنيرو جدت كان همتمه ظاهرة صرفنيرو جدت كان جر همتن إذا كان tokkotti irraa deebisnaa jira sheekni rahimahullahu ta'ala ragaa dhiheesse jechuun tokkotti irraa deebii itti goona jedhee duuba karaa torba waan akkasii gaha irraa deebisuutti seenaa jira sheekni rahimahullahu ta'ala. ولنمثل بالأمثلة التالية مثالها كينيو مثالا أفي قدي في أرقمتون جيتشو كان جرسلا كان كيستي تأويني سنرى أرقمي جراني كان جرسلا همتو تجران جيتشو تلفوني كان كيستي صرفنيرو كان جري جراني سلا همتو تجران تانا اتحاسين جيتشو لك. ولنمثل بالأمثلة التالية مثال جنا أفي قدتي ديمتو كنان مثالها قونو فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية. هاجل كمنوان أبو حامد الغزالي أوديس ينجد لغري حنبليار أوديس أنه قال بعض نجد إن أحمد لم يتأول إلا في 3 أشياء: الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. أما سلا أسكيستي حكاية كان نقلاجرو دوبا قتني أبو حامد الغزالي وان كان أوديس إن را أوديس بعضي حنبليوتار را أوديس جري حنبليوتار را أوديس أنه قال إن أحمد لم يتأول. إمام أحمد رحمه الله تعالى تأويلا قوني إلا في 3 أشياء واسدي كيست ملئ واسدي كيستو تأويل قئيرا جتو أكجت كانت مالف مال جرسدا سن الحجر الأسود يمين الله في الأرض حديث كان كيست تأويل قئي حجر الأسودين يمين ربيتي كان جدو كان لما فهموا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبوان قبروتا يدو قبل مانيتي تهادا قبيت الرحمن الرا كنجد حديثة كان كيسة مستعوي لقولي تدفى إني أجد نفس الرحمن فرمات الرحمن أن نرقى من قبل اليمن جهاور يمنيتي حديثة جدو كان كيسة تجي تأويل قولي وانجلو غزالين كان حكي قري حنبلي يارا إذا كان نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إرانك كاليجلت أبو حامدي كان الرا أكما مجموع فتاوى كيف جرو جلدا شنفا سفاري بسدي سقلتمي سديجلت ما الجد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الحكاية حكاية تنكون كان إمام أحمد الرا وديفم تكون إمام أحمد الرا خجيبة ملي دوبا
سريمتي وليس لها سند صحيح سند صحيح أي إمام أحمد تقلت وهين قبدو دوبا إمام أحمد نصوص سدن كان أوله جتون أقامتي إمام أحمد كان قئير جتون سريمتي مالي سريمتي جراجر إمام أحمد را ونكون استبني ونكون أدو في مالي جتون إبلو را لقه جرمي كفتي وني سند صحيحين نكال من جرم أكنا جرى شيخني ابن تيمية رحمه الله. المثال الأول مثال أول لكن حديث مكان كيسد الحجر الأسود يمين الله في الأرض جل حجر الأسودين دوبا طيب يمين ربي تي لشي كيسد حديث جلوكان الحجر الأسود يمين الله في الأرض والجواب عنه حديث كنرى كان تجوبن أنه حديث باطل فكفارت حديث نكون حديث باطلة حديثني باطلة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي رأي ثبت حديث نكوني. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية كتابك أنا كيسة مالجد هذا حديث لا يصح ابن الجوزين. وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت سنده سبنج انتهى. وعلى هذا قاف حديث باطلة هيدة دبات هيجلت فلا حاجة للخوض في معناه معنى ساكستين رافي حاجان جرو إرى هارق الفنيرة حديث ضعيفة إيقا حديث ضعيفة تهدي خلاص حديثه سبن إذا لم تثبت أصلا اكتفينا بردها لعدم صحتها وانتنوتي كان الرتي دبي كيسة السنة جنو فنجرا ديمني صحيحة متي إيقا إرقما ربي هن دبتني دبي كان جتل وننو تاويلت حاجة من فجرة وانتنوتي تاويلت حاجة من فنجر دوبا يوم وعلى فرض صحتها يوم هذه نكون نقاته أكم جنة دوبا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس عبد الله بن عباس الرأي كان أثركم برمي موقوف جد قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. نمني إذا صافه هركفه له إذا هركان قبته إذا رنغته نمني جد أكوار ربي إذا هركان قبته يمينه أكوار رنغته أكوان جرارة. ومن تدبر اللفظ المنقول نمني إن تلجر لفظي سلانك ألمكان كأنما صافه الله على نمني لفظي منقولة كان لفظي نكلم كان نمني سنت لتبين له إسافني ملتا أنه لا إشكال فيه. وما حديث إذا كان كيسا سموقوفا كان كيسا إشكال تقلين جرجل فكنا تقلين كبو وأنما سوى الفقاد تقلين كبو. فإنه قال يمين الله في الأرض جده يكون إنك أيده أرضي كيسا تجده أرضي كيسا منجر ولم يطلق إنك تيسنه يمين الله جده إطلاقا قول جده يمين الله في الأرض جده. فيقول يمين الله جنة قديسه يمين الله في الأرض جده ملك دتشي كيسا تجده. وحكم اللفظ المقيد حكم لفظي هدمه ونوع ما في لفظي دان هدمه نكون يخالف حكم المطلق حكمي مطلقا نخالفا جدت نخالفا
أما جدا حديثنا كيستين مال جدا جرى في الأرض في الأرض ران هده أما ذو فكأنما صافح جدار أكوان حركه ليت جدار ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه جد. وهذا صريح كنمو إفادة في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا نمني حجركنا مصافحة قولي يمين ربي مصافحان قولي جتشورة تكون إفادة ولكن هاتوا ملي يمين ربي مصافحان قولي جتشو كيست إفادة ولكن شبه بمن يصافح الله نما ربي نركفور تفكف من أمتجيج فأول الحديث أول حديث تكنالا وآخره آخر حديث التاس يبينني إفقلتني ملسا أن الحجر ليس من صفات الله تعالى حجركم صفات ربي الرائمتي جتشو ملسا جتشو كما هو معلوم عند كل عاقل أكما بكمات إهمال صفات ربي الرائمتين صفات ربي الرائمتي جتشون أكما بكمات نما عقلي أبوهون دبرة جتشو إذا فكأنما صافح جره فهذا دليل على أنه ما أراد يمين الله عز وجل لأنه لو أراد يد الله سبحانه وتعالى لما قال في الأرض ما لجل في الأرض وتوان يمين ربي دوبغتني إن صفتات في الأميرات في الأرض انجل سلا ولا قال فمن صافحه فقد صافح الله انجل سلا فكأنما ما للجل ومن قبله فقد قبل يمين الله انجل سلا حتى كان هندريسه فكأنما جده أما مشبهين في مشبه بهن دوبغتني لا أكوان ربين صافحت أكوان دوبغتني كا يمين ساد أنقتي تيري اتفق كيسار مالي مشبهين مشبه بهن مغرغر أدد يجل كنافو كان كيستي رقاتك كلين قبن وني أول متك كلين هنجر جيجو دوبا. المثال الثاني مثال لما فاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلب وانقبروتاكم يدو قبل ما نتتهال جيجو قبيتا رحمن الرح. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم قلبوان إلمان آدم كلها إن قلوب بني آدم قلبوان إلمان آدم هند إسيتو بين أصبعين من أصابع الرحمن يدو قبيت لما نشتهادا قبيت الرحمن الراهي كقلب واحد أكما دوب قلبي لم تبقى تجلس يصرفه حيث شاء كرفدت بك فدت ربي غرغل تجلس يوبر بعد كر عبادات كر طاعات غرغل يوكان كركان غرغل تجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله يا إني قلوبنا ما غرغلت قلوبك إن طاعك رتغرغلت جدي إرجم ربي عليه الصلاة والسلام دعائي خلت جدت إذا كن عقيدة أهل السنة والجماعات وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث أهل السنة ظاهر ما حديثا كان كبتني وقالوا جدا إن لله تعالى أصابع حقيقة جدا ربي سبحانه وتعالى أصابع حقيقة كبا نثبتها له أصابع سنة ربي سبتشفنا نت
كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أكما إرجمان سربي ثبتشيشت نلي ثبتشيفنا في إرجمان ربي إيجا ثبتشيشت سانتون اتهمه والله يقول في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جل ربين كنافو ثبتشيسو قبنا يو أصابع ثبتشيمني ركين نور فنجرو أصابع كما يليق به جنة أكا يتعمل الجنة كما أن له ذاتا تليق به أكما ذات يتعملت قبر ربين صفتك صفة كل صفة يتعملت جنة ولا يلزم من كون قلوب بني آدم هاتهم لجت كور بدع آدم مثل مشكلة لجلن إيدي سورة ديماني القلوب بين أصبعين كان أكملت يدو أصبعين إتاتي شبهان جرق بنو قاتل وكل واحد قلبه في صدره نمنون دنو قلبه ساقو مساكي سجرا دوب أصابع الرحمن دوبك صدرين ما كان كيسا قافة سيني حلولي يمات للزمارة وانا كذي أستيس إذا كان الرجال سنة مالجلا ولا يلزم هلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين قلوب بني آدم يدو قبل ما نيستهون إسرى هلزم أن تكون مماسة لها إسيهر كان تقاجرة إسيتبو آجرة ججون الراه هلزم ججون حتى يقال أتوكن كاللزم تيسلا كان جرم إن الحديث موهم للحلول حديمني هم برأتي حلولا ربنا ما كيسا قبتشو خلقي كيسا قبتشو وراءك سجرة كان برأتي سجد مثلا قالوا بين أسبوعين ججرة مماسان اللزم فيجب صرفه عن ظاهره وتوان حلول ما كان الرا برأتي برأتم تأتي ظاهرة سارة غرقل چوندر كما تعملي أما موكن سلمتو كن اللزمو فهذا السحاب مئكنت اللزمن دوبا قرتني إلى لامي مثال برارت فهذا السحاب دومسكن مسخر بين السماء والأرض لا في فماد يبدو سميتي في أرضي لا في فماد والسحاب المسخر بين السماء جرامير قرآني بين السماء والأرض لا في فماد قرآن دومسكي وهو لا يمس السماء ولا الأرض سميس تقانجر أرضي تقانجر ولكا كنجر ويقال أما كاسمني ولكا كنجر بين السماء والأرض جر من جتو إنيون دومستان بين يمان مماسان الرالزمو سميس تقانجر أرضي تقانجر كنافو بين أسبوعين يروجلمو دوبا قلبي إنما أكون أسبوع ساتكت جتون الراه اللزمود ويقال نجد محمد بدرين بكيلو اللي بيه كمان سنة أرقامه بين مكة والمدينة جرمه بوتان بدريزون يدو مكة في مديناتي جرمه مع تباعد ما بينها وبينهما فقين جرات والجنين فقين جرات والجنين دوبا يدوني يدو مكة مدينة أرقمتي جراجر هاتو ملي بدريني في مكة مدينة والرافة قولا بدرين جرى للشراء وفقولا كان ما وجن بين يمان الرا دبة ماجرة مماسان الرا لزم نجدت فقلوب بني آدم قلبين بني آدم كلها هندي سيتو بين أسبوعين من أصابع الرحمن حقيقة متجد ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلولني كان الرا مماسان هركان تكون تلزم حلولين تلزم حلول جتون أن الله سبحانه وتعالى حال بالمخلوقات رب مخلوقاتك سقبت جتون كان بيتا كما يقول ذلك غلاة الصوفية نكجلا ويجتون ورا حلولية والرجل منتجلا كنافو والحق أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم منه الحلول أكما والسحاب المسخر بين السماء والأرض أكما ربي جلسنا سحابني ملاصقا للسماء تاني أرضي تسمى التنان تاني كان وجنين بين يمان رتدبة مججد إيغا مخلوقاتك ستي ونكنا كم مجاه سيججد
إيجا كم مخلوقاتا كيست كم مجاهدة أكملت سكنا كان خالقا كيست مو إشكال أكملت تهجت دوبا مثال صدفات دبر فنا المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن جرير جمان عليه الصلاة والسلام أني نن أرجع نفس الرحمن ربيني فرمات أرجم سيسوكنا تنكي كيسانا مباسوكنا جها ور يمن جرير والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن أكنا جل الجمان إيماني في يماني دوبا قتنيك حكماني في دوبا يمن التهرك فماذا أكسما فرمان ربي كيسني تموجها ور يمن كنان أرجاجر الجمان قال في مجمع الزواج رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة شبيبين توافوا إن قالوا ثقادة شبيبين جد قلت طيب وكذا قال في التقريب حافظ ابن حجر تقريبا كيف تكون مغنجة عن شبيب ثقة جد من الثالثة وقرر البخاري نحوه في التاريخ الكبير إذا حديثني بريدان مدير وهذا الحديث على ظاهره حديث كان ظاهر مسارة إيف نجدت نفس كان سلا أما جربك كان النفني ما جدت نفس جدت والنفس فيه نفسني حديث كان كيف جرو نفسني حديث كان كيف جرو اسم مصدر ينفس تنفيسا اسم مصدر ينفس تنفيسات نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا تفريجا أما مصدر فرجا اسم المصدر يجد أكثم تنفيسا مصدر نفسا اسم المصدر يجد وهكذا قال أهل اللغة واللغة أكتنجل كما في النهاية أكنهاية كيف جرك من الأسير والقاموس قاموسين كيس أكثم مقاييس اللغة وقال في مقاييس اللغة ابن فارس مقاييس اللغة كيف تماجد النفس كل شيء يفرج به عن مكروب جرين نفس جتون وما هون دايتيني نمنتين كما جروا اتين فرمان نقول مفتيو نفس جرمت من نفس جروا ديمني عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إذا إني أجد نفس ربكم جتون بمعنى تفريجات جتون معنى تفريجاتي تفريجني وريا من الرعرف جتون فرمان جرب رعرفان فيقول معنى الحديث أن تنفيذ الله تعالى تنفيذ ربي فرج ربي فرماني سادا مؤمن تودر تنكي دينسون يكون من أهل اليمن وريا من الرعرقم يجون قال شيخ الإسلام تيمية مالجد وهؤلاء جد هم الذين قاتلوا أهل الردة وركن ورا ردة سنة ورا لولجد قافا أمني مرتدية وسنة جد وفتحوا الأمصار ورا بيه هدوج أفتجد كن تاريخ خيسة وان أرقم يجروا يجون لما جاءت أمداد من اليمن وفتح الله عز وجل بهم ونفع بهم فجاء النفس تنفيسين قرباتا يسرارقم من أهل اليمن الذين التحقوا بالإسلام والمسلمين واليمن يمني ثقافتي سنجدت دوبا دبينك كنتره فبهم نفس الرحمن جدت عن المؤمنين القربات جران سببات ثانية ربيني مؤمن تودرا إنكي هدو أديمتك ديبينسا كانتها جسول دوبا والجواب المثال الرابع مثال لأرفيسان قوله تعالى ثم استوى إلى السماء لجلت مثال لأرفيسان دوبا قرتنيكا كان جرسلا إسني أول تنجلني همة كن ثم استوى إلى السماء
ثم استوى إلى السماء كان إيجتي كرسمي أفسده جتشو رامي إيجتي كرسمي أفسده جتشو كان كيسة أول تنيج الأجرا والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين ثم استوى إلى السماء كان فسروا كيستي قولي لما قبن جتشو أهل السنة قولي لما قبن أهل السنة والجماعة ثم استوى إلى السماء ولما فسرني جتشو دوبا أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إلى السماء كرسميتي قلت جتشو وهو الذي رجحه ابن جرير ابن جرير إذا رجعت في جدته إذا جابيته معنى ارتفع قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سماوات عليهن جررت قلت علوي تعملوا فدبرهن بقدرته قدرات تدبير جرى قل وخلقهن 7 سماوات جرى خلق إيقا تولي إيقا تفسيري دوبا قرتنيكا تلفوتر أرقمي توكو إذا كان جدت توكو معنى لما علوي ارتفاع طيب توكو إذا كان إن كنت لا سكن رتي مرمين قبل وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف بغوين الدبتي رئيسا تفسيرها كيست جتش عبد الله بن عباس الرهدو مفسروت سلفا جتش جرى عمد دبتي ترواي كان كيست معنى لما ارتفاعي ولوي تيتو وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى لفظ لما استوى كبت شوران وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل كيفية ارتفاع كان مربطه الكسوران تقو ما ننسى قولين تقو إذا كان قولين لما فاهو القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام استواء نتيكون معنى قصد تاميتي معنى إذا قصدوتي أذكى بكجر دفن محرفان ما يتقاعد تفسيركم الاستواء بالقصد تأويل منكم للآيات آية أول تنكاد يتروف تجرين جنانا مدوبا أهل السنان مو دي بيتقولك كان الرد وإلى هذا القول ذهب ابن كثير ما ناقصدي في جتورة دائما يذكر ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء جل والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال استواء كن يهدى معنى قصدي ما تنفمه معنى إقبال ما تنفمه لأنه عدي بإلى مال الجنان إلى دان دبرفته تفسير سري رجيت تحريف عامتي فعل كن حرفي إلى تين دبرفته فعل قاعدة معنى سا أك حرفين تين دبرفته جر واللبون معنى سا دوبا قرتني واللبا جت معنى سا واللبا أما ثم استوى إلى السماء توله ثم استوى إلى السماء يجتوك أنا كيستيك إلى أن نفيد برفته كنافو دوبا معنى ماليمة تنفته معنى قصده معنى قصده ما تنفته أكنا جدنين قال البغوي أي عمد إلى خلق السماء كان انفسر بغوين هن قصد ربين وما سميك أفسد إيغانتنا يجو وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره إن كن مو جج كن مو كلام ظاهر الرادب سومت تضمين قجون لأن الفعل استوى
فعل استوى كن اقترن بحرف يدل على الغاية حرف غاية الرت انتهاء الرت أجلتون ولكن كانت إن داهر في الترادة إلى كانت يو غاية الرت أجلتي انتهاء الرت أجلتي يجتون حرفي كانت نفي حرفي جري غاية في انتهاء الرت أجلتي كانان نفي وانتهي فوجت فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به دوبا استوانسون نسك جدت معنى ارتفاع الويرة معنى حرفي نيتك داهر في كانت معنى حرفي نيتك داهر في كانت سك تضمين قدامي همة فم ملي دوبا قتنك كنت تحريفا متي جدت دوبا ألا تران قرتوت إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أكن يا ربي عينا يشرب بها عباد الله دوبا إني عيني رجل بشان تكاو إجا جنانين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا جد يشربوا كان حتى ما لنفسر أجر جدت يشربوا معنى يروى تنفسر أجر يروى بها كانت أبو وهو قبرون ربي جدت ملك كانت أقوة منها جنة جدت منها حتى دوب بايد أنه فوانته فوجدت يشرب بها يشرب منها إن جنة حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشربوا كانتو اقترن بالباء بايتك إن داهر فيه فانتقل إلى معنى يناسبها معنى إسيدا والسمة والفقات تسك جلت وهو يروى معنى باي والفقات يروى فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام كلامني توقهاته ولا وافقوا رافي دوبا قتني كامتا فمجلت كانوا فو إلى نسيكني معنى جلت رقتني معنى سيتو انتهاء غايادا كنافو استوانس معنى قصدا متنفني وانجلو أكا حرفيتين ولا بمعنى فيلي فكينيا أمس فيلي برايو فرني نظراها فرن كاني نظرا يوفرن نظران كن مفعولة يوفي سيتي دبر فت معنى وابراتا فكن يا ربي ماجد انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا سني انتظرونا تجتون ايجا جتوت أمو قاف إلى الآن دبر فت معنى إلى لوتا إلى ربها ناظرة ترى جدت ترى الله أمو قاف في الآن دبر فت معنى تفكراتات أولم ينظروا في ملكوت السماوات أولم ينظروا في ملكوت السماوات ما تفكرن أنا جدت نظرارمت قافوا في مفعولة دبر فت قافا مو إلى دان دبرفت قافا في دبرفت معنى انجرا ولا دبرت كنت أككنا أجت دوبا ملي تأويلا متن الراج اللساء دوبا قتني كتفسير لتشو كيستو علوي تفسر رز علو يليق به جنة أما دوبا قصدي تفسر رزي دوبا تحريف كل كيسنجرو تأويلين سنجراتن اللي كيسنجرو جلجو المثال الخامس والسادس مثال جهفاني في شنفاني في جهفان جتورغا آية كيستي والاتقاباجرة قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم وهو معكم الله نسني والانتهالا أينما كنتم بكما إسن تاتا هندكيست بكما سنجرتن هندكيست وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم
الله لساني وجنين تهم لنا فبكم جرتها هندت وجد أما إذا كان كيست أمس أفني جيت رجري كن أهل السنة داني بك كانت أول تنيت إسني وانجروا رافي أفني جرا والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين كلامني آية كان لمن كيست حق على حقيقته وظاهره حقيقة سارجرا ظاهرة سارجرا ولكن ما حقيقته وظاهره حقيقة كلام الظاهر سامال هل يقال نجرما إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم قروجة ظاهر ساكن حقيقا ساكن رب خلقي ساتي وجنجر معية والجنجرين تقتضي مرتسد أن يكون تقتضي أن يكون مختلطا بهم إساني والاتما كتاتا أو مرتسد أو حالا في أمكنتهم بوتا جرجران كيس قبتاتا هو مرتسد ظاهر آية كانت آيان كن ظاهرة سيرجرتي حقيقة سيرجرتي جن قروا ظاهر حقيقة انجروا رب خلقي ساتي والجنين دوبا قرتني كاتهادا دوبا جتشون كني إساني والاتما كتجرا بوتا ساني كيس قبة تجرا جتشورا ما أكسمو أو يقال تقاون جرم إن ظاهره وحقيقته ظاهر رئيسا حقيقا سالا أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم الله الألسالة خلقي تاتي والجنين تهالا معي ما والجنجرين مرتسي تجد أن يكون محيطا بهم إسان التمرساته انسالا علما كما بيكم ساتي وقدرة كما دندتي وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا دوبا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه لا رب خلقي ساتي والجنين تهاد ظاهر حقيقة مسارة ظاهرة سارة جتشون كني إساني ولي والمكاتي إسان بكا سانجران سنقوبة تجرى جتشون أمو إسان التمر تجرى gama beekumsaatii gama dandeettiitii gama dhagahuutii gama arguutii duuba gartanii gama amri isaanii tottolchuutii gama isaanii irratti mootii tahuutiin kanaafi waan biraallee jechuudha. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق قولين إن أولا إن دوبا قرتني مختلطي حال في أمكنتهم كني سياق تنويو إذا كان مرتس يجد ولا يدل عليه سرة كجلت بوجه من الوجوه كراتكون اللي جلت كراتكون اللي كان رتهن كجلت وذلك لأن المعية هنا معيات بك كانت أضيفت إلى الله عز وجل ربته كفمته وهو أعظم ربين الرجود وأجل دوبا من أن يحيط به شيء من مخلوقاته مخلوقات سارة ونتوكو يستمر سورة ربين دوبا قرتني الرجود كنافو المعنى الثاني هو الحق جد معنى إذا لما فاكنت حقا معنى إني أن يكون محيطا بهم علما وقدرة نجر وهو معكم جتوني مخالط وممازج لخلقه في أمكنتهم جتومتي وهو معكم جتوني دوبا قرتنيكا علمي ساتين قدرة ساتين اتمر سيجر جتورا. طيب ولأن المعية في اللغة العربية معية كانت لغة عربية كيست التي نزل بها القرآن فقرآن سيدان بوي سنة كيست لا تستلزم الاختلاط اختلاطني دوبا قتنيكا اختلاطه اللزمت يجل اختلاط مكمنس اللزمت مكمنس اللزمت أو المصاحبة في المكان تكاو بوتا كيست إسا وجنين تهو اللزمت يجل
وإنما تدل على مطلق المصاحبة مطلق صحبة إرتي دلت يجر ثم تفسر في كل موضع بحسبه بوتاون دتو أكا ساتين فسرمت ملجج حرف معاكن لغة عربة كيستي معناته كتي إمرتستو معية الشيء مع الشيء إذا معية وهي والجنين مخالط له كان قفرت قبتين تسوتو لسين إذن كان قفا قبتين تسو الماء مع اللبن تجنة كان والمكاتجر عمدين الماء مع اللبن والمكاتجر جلتو قالوا كان قفر تسيسين كان قفر تسو تفسر في كل موضع بحسبه وعلو الله جل وعلا مطلق على جميع خلقه وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة فالله هو الذي ذكر عن نفسه أنه فوق مخلوقاته مستو على عرشه عال على خلقه ثم ذكر أنه معنا موجنجر جدت ربهم شيئا تنانوهم فنفهم حينئذ يقينا بأن هذه المعية لا تقتضي ذلك المعنى الباطل في حق الله عز وجل بل هو ممتنع غاية الامتناع وهو أن يكون مخالطا للناس في أماكن يتنزه الله عنها فهذا ينافي علو الله سبحانه وتعالى يقول بينك السادة معيان كن لها معان عدة معنى دنو قبدي معية قرآن كيست نفتكن حديث كيست نفت وهي ربي كيست على ما يليق بالله فسر معية ربي دا الإحاطة دا محيط بخلقه قادر عليهم يسمع كل شيء أكل جدّر كنما وجنين فوق عرشه سبحانه وتعالى جدّر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.